أهلا بكم. النهاردة هحكي قصة أنا اللي مألف أحداثها بنسبة كبيرة، وهيكون السرد بالعربية الفصحى. فعايز رأيكم، أكمل في النوعية دي ولا لأ؟ وبس، مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، وأسيبكم على القصة. لم يكن أحد يتوقع أن تكشف الحفائر في الركن الجنوبي الشرقي من معابد الكرنك عن أكثر من بقايا بيوت طينية وأفران قديمة. لكن مع بداية موسم التنقيب بدأت طبقات الردم وكأنها تخفي شيئا ينتظر أن يخرج للنور بعد آلاف السنين. كان الدكتور خالد المنياوي عالم آثار شاب يقود الفريق بكل حماس، رجل منطقي شغوف يرفض الخرافات ويعتمد فقط على الدليل. بجانبه عملت الدكتورة الفرنسية إيفا شنايدر، عالمة الكيمياء الأثرية التي لم تتحرك خطوة واحدة دون كمامة وقفازات. أثناء تنظيف إحدى الحفر صرخ أحد العمال: يا دكتور، لقينا حاجة غريبة! اقترب خالد ليجد بئرا معزولا تحت طبقات الردم وكأنه لم يفتح منذ قرون، وعند فتحه وجد في قاعه لوح طيني مكسور عليه رمز هيروغليفي غامض وقطعة من نص تحريم مكتوبة بلغة الكهنة السرية: من يلوث طهارة هذا المكان تحل عليه يد التطهير. لم يفهم خالد المغزى من اهتمام الكهنة بهذا المكان لدرجة وضع لعنة عليه، لكنه لم يعطي اهتماما كبيرا وقتها. في نهاية تلك الليلة بدأ بعض العمال يشتكون من صداع وغثيان، لكن لم ينشغل أحد إليهم نتيجة الإرهاق الشديد طوال اليوم. وفي الليل جلس خالد مع نفسه يفكر فيما كتبه الكهنة، حتى جاء له الشيخ جمال غفير المنطقة، جلس معه وشرب معه الشاي، وبدأ يقص له عن الحكايات والأساطير المتداولة عن هذه المنطقة وعن ما يشعر به الناس اتجاهها. وقال أن هذا المكان محمي من قبل عشيرة من الجن، ولا يوجد شخص يحب أن يتجول أو يتحدث حتى عن هذا المكان. وكان هذا الكلام بالنسبة للدكتور خالد قصص خيالية يتوارثها الأجيال، عكس الشيخ جمال الذي كان مقتنعا وكان يحكي بغرض التحذير. وبعد فترة من حديث الشيخ جمال مع خالد انتبه خالد لقصة، ليس لأنه طلع، بل شعر بشعور غريب كأنه أشبه بالخوف، وكانت عن العبد الأسود. ولكن لماذا هذه القصة بالتحديد؟ فالعبد الأسود عبارة عن أسطورة تقول أنه من تحل عليه اللعنة يخرج له كيان مثل الظل الأسود يطارده لبقية حياته. ولكن تماسك خالد وابتسم للشيخ وقال: دي خرافات يا شيخ جمال، كل ده كلام فارغ وكلام الناس وتتوارث مع الزمن. لكن شعوره لم يكن مطمئن على الإطلاق. بعد أيام قليلة سقط أحد العمال فجأة وسط الحفرة، كان جسده يرتجف وحرارته تحترق وسحاله يخرج دما. صرخت الدكتورة إيفا قائلة: أبعدوه، دي أعراض عدوى فطرية خطيرة. أعلنت أن الاحتمال الأكبر هو فطر الرشاشيات، مرض قاتل في الأماكن المغلقة. وبينما كان الجميع مشغولا بالحادثة، كان خالد يعاني شيئا آخر. بدأ يشعر بصداع حاد وصعوبة في التركيز. وفي الليل عندما يقترب من البئر كان يرى ظلا أسود طويل يقف عند المدخل بلا ملامح. بدأ يقول لنفسه: هذيان، إرهاق، لا شيء آخر، لا يوجد شيء. لكن الظل كان يقترب يوما بعد يوم، وهنا أدرك خالد أن أسطورة العبد الأسود حقيقة، ولكنه كان يقاوم ولا يريد الاستسلام لها. أثناء توسيع الحفر وجد الفريق غرفة سرية لم يوثقها أي مستكشف قديم، داخلها قطع فخارية مزججة باللون الأزرق. حكت إيفا بدهشة: ده فخار نمست، رمز ملكي من عادم الحطب الثالث. وجود هذا الفخار في منطقة عملية كشف أن الغرفة كانت جزءا من طقس ملكي مهم، ولهذا استخدم الكهنة حماية قاسية لمنع تدنيسها. وبينما كانت إيفا تجمع العينات، جلس خالد أمام نص التحريم محاولا فك رموزه للمرة الثانية وفهم ما هي اللعنة. ومع مرور الأيام بدأ يدرك شيئا مرعبا: النص لم يكن لعنة سحرية، بل وصف التطهير. خلط أصباغ غنية بالرصاص والزرنيخ مع مواد عضوية ودفنها في الأرض لحماية الغرفة. همس خالد لنفسه بتساؤل: المكان كله مدفون فوق فخ كيميائي؟ لكن هل فعل هذا عمدا أم كان مجرد بقايا طقوس ملكية؟ كلما اقترب من الحقيقة ازدادت هلاوسه،
وظل العبد الأسود يظهر له أحيانا عند مدخل الغرفة وأحيانا خلفه تماما. في إحدى الليالي بعد أن فقد خالد قدرته على النوم اتجه وحده إلى الغرفة السرية. الظلام كان كثيفا والهواء خانقا وصوت خطوات خلفه يزداد اقترابا. التفت بسرعة. كان العبد الأسود يقف في زاوية الغرفة، لم يكن يتنفس، لم يتحرك، فقط ينظر. لكن خالد المنهك أدرك أخيرا الحقيقة. العبد الأسود لم يكن إلا هلوسة خلقها عقله التالف. المكان بأكمله محاط بمواد كيميائية مدبرة. الزرنيخ والرصاص تسللوا إليه ببطء، والعقل الضعيف يخلق أشباحه الخاصة. ولكي يتأكد أكثر تقدم الدكتور خالد نحو الرف الحجري في عمق الغرفة، حيث احتفظت الصخور ببقايا مواد متحجرة. جمع عينة وفحصها بيد مرتعشة. كانت أعلى تركيز سموم عثر عليه في منطقة أثرية. قال لنفسه: دي مش لعنة، ده نظام حماية كيميائي بيولوجي الكهنة عملوا فخ كامل. ولكي تفهم معي فنظام الحماية هذا باختصار مبني بطريقة كهنوتية عبقرية. السموم كانت تعمل على مستويان: موت سريع للمتعرضين بكمية كبيرة عبر فطريات قاتلة في الهواء، وجنون بطيء للأشخاص الذين يفضلوا داخل الحفائر نتيجة التعرض المزمن للمعادن الثقيلة، فيظهر عليهم هلوسات واضطراب إدراكي. وتأكد خالد أن ظهور العبد الأسود مجرد نتاج تلف عصبي. النظام أجمعه تصمم ليكون لعنة بيولوجية كيميائية تحمي قدسية المكان من أي دخيل. لكن إدراك خالد الحقيقة سوف تحمل كوارث. لو أعلم هذا الكشف علميا سيأتي كل طامع، لص، تجار آثار وبعثات مشكوك فيها، وسيتم اختراق الغرفة وتدنيسها ونهب ما تبقى منها. الأسطورة هي الحارس الوحيد. وهنا اتخذ خالد قراره الحاسم. حرق التقارير، مزق ملاحظاته، أخفى نتائج تحاليل إيفا، وأعاد إغلاق البئر. خرج من المستوطنة يمشي ببطء، وجهه شاحب. نجا جسديا لكن عقله لم ينجو، فالعبد الأسود لم يغادره. صار جزءا من وعيه، ظلا يتحرك معه أينما ذهب. أما السر الكيميائي فبقى مدفونا تحت حجارة الكرنك، ينتظر من يجرؤ على تلويث المكان مرة أخرى.